السلام عليكم يا شباب ثالثه ثانوي. انا عايزكم تركزوا معايا النهارده في السبوره دي. جايب لكم سبوره عن البيولوجيا الجزيئيه. حلو كده، اكتب السبوره دي معايا، مش هتخسر حاجه صدقني. اكتب السبوره دي. انا جايب لك الزتونه تحت النماذج الاسترشاديه، الحاجات اللي هي متوقع بنسبه كبيره جدا ان هي ممكن تيجي في الامتحان باذن الله تعالى بكره. وما تبخلش اللي انت تعمل شير للفيديو ده، بجد انا مش عايزك تبخل على اصحابك بالفيديو ده. يلا بينا. بص، مبدئيا كده انا عايزك تعرف ان البروتينات في منها نوعين، تنظيميه وتركيبيه. البروتينات تنظيميه وبروتينات تركيبيه. التنظيميه زي الانزيمات والهرمونات والاجسام المضاده، هجيبها لك في الامتحان. مش هجيب لك الانزيمات، هجيبها لك ازاي؟ بص، بروتينات تضاعف الحمض النووي اللي هي الانزيمات. يعني انا مش هجيب لك الانزيمات، هجيب لك بروتينات تضاعف الحمض النووي. عليك في المنهج انزيمات، هرمونات، اجسام مضاده. هجيبها لك في الامتحان بروتينات تضاعف الحمض النووي، اعرفها. حلو كده. والتركيبيه اكتين ميوسين كيراتين كولاجين. اكتين ميوسين كيراتين كولاجين. مش هجيبها لك في الامتحان كولاجين، هجيبها لك ازاي؟ هجيبها لك بروتينات الانسجه الضامه اللي هي كولاجين. وصلت كده؟ يبقى اعرف طالما انا جبتها لك بروتينات الانسجه الضامه يبقى كولاجين، يبقى تركيبيه. بروتينات تركيبيه. اقول لك من البروتينات التركيبيه نقط: هرمونات، اجسام مضاده، بروتينات تضاعف الحمض النووي، بروتينات الانسجه الضامه. هتقول لي بروتينات الانسجه الضامه اللي هي الكولاجين. طيب بص بقى معايا، ده دي ان ايه وده دي ان ايه، مهمه جدا دي. وده برضو دي ان ايه. لو جبت لك الدي ان ايه، لو جبت لك ايه الدي ان ايه في شكل حلقي، في شكل حلقي يعني مدور كده، اعرف ان ده في اوليات النواه. دي ان ايه في اوليات النواه. لكن لو انا جبت لك الدي ان ايه بشكل خطي، بشكل خطي كده اهو، بالخط على اسمه خط كده اهو، خط بشكل خطي، يبقى ده دي ان ايه في حقيقيات النواه. يبقى انا عندي دي ان ايه في اوليات النواه، ودي ان ايه في حقيقيات النواه. حقيقيات النواه. يبقى لو جبت لك تاني الدي ان ايه في الامتحان مدور بشكل حلقي كده، يبقى ده دي ان ايه في اوليات النواه. لو جبت لك الدي ان ايه بشكل خطي كده، بالخط بالطول كده، يبقى ده دي ان ايه في حقيقيات النواه. عايزك تعرف ان اللفه الواحده للدي ان ايه فيها 10 ازواج من القواعد النيتروجينيه. انت عليك في المنهج فيها 20 قاعده نيتروجينيه. يبقى اللفه الواحده للدي ان ايه فيها 20 قاعده نيتروجينيه. هيجيب لك في الامتحان 10 ازواج من القواعد النيتروجينيه، اختارها. الكودون يعبر عن الحمض الاميني. الكودون اللي هو حمض اميني واحد. وصلت كده؟ يبقى اسالك سؤال في الامتحان واقول لك يتم تحديد، مهم ده من النماذج الاسترشاديه، من النماذج الاسترشاديه، ركزوا يا شباب. يتم تحديد كل حمض اميني في البروتين بواسطه كودون. طيب الكودون شفره ثلاثيه، هجيبها لك في الامتحان رباعيه، خماسيه، سداسيه. ثلاثيه، اختار ثلاثيه. البروتين ليس الماده الوراثيه. التجارب كلها اثبتت ان الدي ان ايه الماده الوراثيه. هيجي لك سؤال عليها في الامتحان وحته خايبه مباشره. الغلاف البروتيني ليس جزءا من الجينوم. يبقى اقول لك في الامتحان جزء تقول لي لا ما تختارهاش. الدي ان ايه والبلازميد جينوم الخليه البكتيريه. جينوم الخليه البكتيريه. هجيب لك خليه بكتيريه في الامتحان. حلو كده. وهحط لك الدي ان ايه والبلازميد وحاجه كمان معاهم. وهعمل لك على الدي ان ايه وهرقم لك البلازميد بي، جت في النماذج الاسترشاديه. وهجيب لك كمان حاجه عليهم اعمل لك عليها رقم سي. هقول لك جينوم الخليه البكتيريه نقط ايه فقط ولا بي فقط ولا ايه وبي ولا ايه وبي وسي. هتقول لي ايه وبي اللي هو الدي ان ايه والبلازميد. طيب الجينوم هو كل المحتوى الجيني داخل الخليه. اهميه التعرف على الجينات المعيبه في الجنين قبل الولاده مهمه جدا. انا بتعرف على الجينات المعيبه في الجنين قبل ما يتولد علشان احسن من النسل البشري، لتحسين النسل البشري. كلكم هتختاروها في الامتحان تسهيل عمليه ولاده الطفل، وده غلط. مش تسهيل عمليه ولاده الطفل. انا بتعرف على الجينات المعيبه، الجينات الوحشه، الجينات اللي فيها اخطاء في الجنين قبل ما يتولد، مش علشان اسهل من عمليه الولاده، علشان احسن النسل البشري، علشان باذن الله تعالى اقدر اتفادى المشاكل دي انها تحصل في الاجنه بعد كده في المستقبل. يبقى تحسين النسل البشري وليس تسهيل عمليه ولاده الطفل. ما الذي يميز الكائنات الحيه التي توفر الرعايه الابويه لصغارها؟ الكائنات اللي بتتجه بدورها نحو التربيه والرعايه. الكائنات دي ايه اللي بيميزها؟ هتقول لي التطور. ماشي. ما الذي يميز الكائنات الحيه التي توفر الرعايه الابويه لصغارها؟ هتقول لي التطور. هتقول لي ايه؟ التطور. يبقى اسالك في الامتحان واقول لك ما الذي يميز الكائنات الحيه التي توفر الرعايه الابويه لصغارها؟ هتقول لي التطور. هلخبطك في الامتحان، قول لي التطور، ما تختارش حاجه تانية غيرها. والرسمه دي هتجيلك في الامتحان.
تحت البكتيريوفاج. عايزك تعرف ايه فيه؟ ان البكتيريوفاج ده بيتكون من غلاف بروتيني. الغلاف البروتيني ده بيكون الرأس والذيل واهداب الذيل. الغلاف البروتيني ده بيكون الرأس والذيل واهداب الذيل. وطبعا الدي ان ايه اللي هو الماده الوراثيه موجوده جوه اهي. هسألك سؤال مهم جدا في الامتحان، جايبه من النماذج الاسترشاديه، مهم جدا. هقول لك قطر او عرض كل درجه في جزيء الدي ان ايه هيساوي ايه؟ هتقول لي 3 حلقات كربون. احفظها احفظها. قطر او عرض كل درجه في جزيء الدي ان ايه تقول لي 3 حلقات كربون. هتقول لي ايه؟ 3 حلقات كربون. جماعه الحاجات دي مهمه جدا، الدل على الخير كفاعل، وممكن الحاجات دي تيجي في الامتحان وانت تحلها وصاحبك ما يحلهاش. فاي حد شاف الفيديو ده يبعته لاي حد في ثالثه ثانوي. الحاجات دي مهمه جدا يا جماعه، صوروا السبوره دي. بالتوفيق دايما لاخواتي الصغيرين. سلمتم يا شباب، دمتم في امان الله سالمين امنين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.